عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. اليكسا جود مورنينج، انت عمرك في حياتك ما هتشوف عظمه صباح الخير طاهر وحظا مصر زي اللي انت هتشوفها في الفيديو ده بجد. عايز اقول لك انت هتتصدم صدمه عمرك. وتعالى هنا، انت رايح فين؟ الحاجات دي محدش هيشوفها غير في اخر الفيديو، لكن تتفرج على الفيديو لحد الاخر لان في جيف اويز، في حاجات مجنونه عمرك ما هتشوفها في حياتك. من غير اي مقدمات اعمل لايك الفيديو ويلا بينا نبدا. كلنا ممكن يكون عندنا كمبيوتر، تلفزيون، اوضه، استوديو، حاجات كتيره قوي ممكن تكون عندك، بس ناس قليله قوي اللي بتكون مميزه، مش كده؟ الحاجه اللي ممكن تميزك هي ورايا حرفيا، وانا ما طلبتهاش لوحدها، انا طلبت 10 منتجات حرفيا. المنتجات دي انا طالبها بقالي شهور من شركه اسمها جوفي. دي شركه متخصصه في اي حاجه ليها علاقه بالديكورات والاضاءات والكلام ده، بتعمل جنون يا جماعه. لو انت شخص بيحب الديكورات متاكد ان الفيديو هيعجبك. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها هي الانبوكسنج. خلينا نعمل لها انبوكسنج، بس مش هعمل لها انبوكسنج لوحدي الصراحه، هعمل لها انبوكسنج مع عذار. حبيبي ايه الاخبار؟ حبيبي عامل ايه؟ انت هتيجي تعمل انبوكسنج وهتمشي تاني، معلش مفيش مشكله. انا عارفك متشوق. بسم الله، انا متشوق. تعرفوش يا جماعه انا مستني الباكج دي بقى لها قد ايه الصراحه. بسم الله. جاهزين؟ جاهزين، يلا. الصراحه انا عيني على واحده. لا يا اسطى قبل ما افتح بس كده خلاص، مش حاجه بس. اول حاجه معانا هو الشيء المجنون ده، هتعرفوا ايه ده دلوقتي. وتاني حاجه هي نفس الحاجه بالظبط، يعني مش عارف هم ليه باعتين لي 2 جيف اواي دي ولا ايه، هنعرف في اخر الفيديو ان شاء الله. اما المنتج ده فهيدخلك جوه اجواء الفيلم حرفيا، هنعرف كل حاجه دلوقتي ان شاء الله. بص ازار، يعني انا عملت انبوكسنج، يعني ما افتكرش ان في انبوكسنج اكتر من كده، تمام؟ فاحنا هنحط الكرتونه دي على جنب. ازار طير انت، الواحد مش عارف يعمل ايه والله العظيم من غير المونتاج يا جماعه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل انبوكسنج بقى مع بعض. واول منتج معانا هو الجوفي سمارت تي في باك لايت اس 3. اسمه طويل جدا بس يستحق. قبل ما اقول لك هو ليه يستحق، خليني اوريك حاجه صغيره. تعالى كده قرب. ده البي سي بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وده شكل الباك لايت اللي موجود فيه. ليد عادي جدا، انا لازقه من ورا، حرفيا مبهدل الدنيا عندي ورا الشاشه. هقول لك ازاي بقى الاضاءه دي من جوفي حلت المشكله دي. بس قبل ما نحل المشكله دي خليني اقول لك ان احنا مش هنعتمد على الشاشه دي شاشه كمبيوتر يا جماعه، عايزين شاشه ضخمه. فنعمل ايه بقى؟ هي مشكله الصراحه، نحلها ازاي المشكله دي؟ ومين مجنون يشتري شاشه كبيره عشان يعمل بيها فيديو؟ انا مجنون الصراحه لو عملتها. يلا بينا نطلع الاستوديو. بسم الله. مين مجنون يشتري شاشه عشان فيديو؟ والله العظيم ناس مجانين يا جماعه. تعالوا نعمل انبوكسنج مع بعض. مش بعمل ناحيتك من يمتها. بسم الله. اشتريت كتر ب 33 جنيه مخصوص عشان الفيديو، والله العظيم انا بكلف. يلا بينا. بسم الله. يلا بسم الله. انا متحمس بغباء. الشاشه دي يا جماعه نفسي اشتريها بقالي كتير اصلا. سيب اللزق اللي عليها. مش عارف يعني نفسي مش جايباني قوي الموضوع الشاشه ده، دافع فلوس والله. هقول لك على حاجه، الفيديو ده لو جاب 10000 لايك شيل اللزق عن الشاشه دي. لو الفيديو جاب 50000 لايك، 50000 هطلع شاشه زي دي جيف اوي. مش عارف ازاي قلت كده، بس يا رب ما يجي 10000 اصلا. هو كده مش عارف دخلت في دماغي حلوه ولا لا. يلا بينا نركبها مع بعض. كده نبقى شغلنا الشاشه. يلا بينا نركب الليد بتاعنا واقول لكم مميزات الليد ده عن اي ليد ممكن تشوفه في حياتك. دي كل القطع الموجوده في البوكس بتاعنا، وده ظهر الشاشه. ركز معايا بقى في الخطوات قوي. اول حاجه هتمسكها هي القماشه المبلوله دي، تبدا تمسح بالقماشه المبلوله دي الاطراف اللي انت هتمشي عليهم الليد. بعد ما تتاكد انك مسحت كل الاطراف هتخش على الخطوه الثانيه، هي الليد بتاعنا. هتشيل الجزء الاحمر اللي على كل ليد من الاربعه وتبدا من اليمين من تحت. اول ميزه هتلاقيها في الليد هو الجزء ده اللي بيخليك تتني الليد عادي من الجزء ده من غير ما ياثر على الاضاءه خالص. نشيل اللزقه هنا كمان مره، وبعدين نحط الليد بتاعنا هنا. نشيل ثالث واحده ونفك اخر واحده. بعد ما ركبنا الليد جه دور القطعه دي. القطعه دي حرفيا مهمه جدا وهفهمك ليه. القطعه دي ميزتها ان انت بتحطها عند كل طرف من اطراف الليد عشان خاطر تمسكه كويس في الشاشه، عشان ما يفكش منك بعد كده. عايز اقول لك بقى ان القطعه دي هي اهم قطعه فيهم كلهم. تفتح اللزق بتاعها كده، المفروض ان احنا نلزق دي هنا، فعشان كده هضطر اشيل اللزق بتاع دي من فوق، يعني خليه مثلا 9000 ولا حاجه. لو وصلنا 9000 لايك هشيل بقيه اللزق. يلا بينا هنركب دي في نص الشاشه. بسم الله كده ركبناها. تعالوا بينا بقى نكمل. هتفك اللزق اللي على القطعه دي وتلزقها في الشاشه من ورا بالشكل ده. هتوصل بتاعه الليد في التايب سي اللي تحت، وهتوصل بتاعه الجزء اللي فوق في اللي فوق. اما كابل الباور فهنوصله هنا. لو طلعت النتيجه وحشه بعد كل ده انا هقفل القناه دي خالص. يلا بسم الله. وده شكل الليد يا جماعه بعد ما وصلناه. ودلوقتي بقى نبدا نحمل الابلكيشن بتاعنا. وعشان تحمل الابلكيشن هتخش الجوجل بلاي او اب ستور. بعد ما تحمل الابلكيشن وتسجل دخول لازم تتاكد انك مشغل البلوتوث، وبعد كده هتبدا تربط كل الاجهزه اللي انت موصلها من جوفي، وتبدا تتحكم في كل جهاز على حده. تقدر تغير المودات بتاعت كل اضاءه وامتى تشتغل وتشتغل قد ايه وكل حاجه زي ما هنشرح بعد شويه. هنتك على الزرار اللي ورا اللي في الجهاز ده لحد ما الاضاءه بتاعتنا تشتغل.
وبعد كده هنخش على ابلكيشن جوفي، هيطلب منك ان انت تفتح بلوتوث، هيبدا يقول لك اتك على زرار الباور، ودلوقتي التليفون بتاعنا ربط في الجهاز، هيقعد يسالك شويه اسئله فتجاوبها. دي اهم خطوه حرفيا هيطلبها منك، ان انت بتبدا تكاليبريت ابعاد الشاشه. دلوقتي عن طريق الابلكيشن بقى تقدر تقلل البرايتنس وتعليها، تقدر تعمل تايمر للوقت اللي عايز الليد يشتغل فيه، تقدر تعمل كميه افكتات مش طبيعيه في الليد بتاعتك، سواء بقى عايز يمشي الوان لوحده او يمشي مع الفيديو اللي شغال زي ما احنا هنعمل دلوقتي. تعالوا بينا بقى نشوف النتيجه النهائيه في الاخر. جاهزين نجرب الشاشه مع بعض؟ اليكسا جود نايت. مع السلامة طاهر. لازم نقفل كل الاضاءات حوالينا عشان ناخد الافكت كامل. يلا بينا. جاهزين يا جماعه؟ مش عارفين شايفين ولا لا؟ لحظه واحده بس. اوه، عايز الناس تبص كده على الليد من ورا. الليد بيتغير مع الفيديو، كل نقطه بتتغير مع الفيديو. دي بقى يا باشا انا مش عارف هي ايه الصراحه، بس هم قالوا لي هتفتحها واكتشفت ان هي 10 كيلو. انا عايز اقول لكم بسبب ال 10 كيلو دول انا قاعد 2.5 شهور مستني الجمارك تفرج عنهم يعني، خلينا نشوف يعني هل يستحقوا ولا لا. يلا بينا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا متحمس. ايه الهزار ده؟ انا متحمس يا رب. كراتين صح؟ في كراتين كتير. ايه انا عايزك بس ايه كل شويه توقف الفيديو وروح شوف سعر الحاجه وتعالى بسرعه. دي سعرها داخل في 300 400 دولار. انا كنت عايز اشتريها من زمان بس كنت مكسر الصراحه، او يعني مسترخص. هي يا نهار ابيض. 3 ايه ده بقى؟ اوه بص يا جماعه، 4 5. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله في الكومنتات. ها انا خايف لي جهازي فرقع بيا ولا الاستوديو فرقع بيا ولا حاجه. واخر حاجه هنركب كل ده فين طيب ولا هنعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6. انا تعبت والله العظيم. خلينا نحاول نركبها مع بعض. عايزك تبص كده من منظوري شويه، حبه الاضاءات اللي قدام الكاميرات فكك من كل الكلام ده، خلينا نعمل انبوكسنج للمنتج ده كده. صراحه عايز اركبه دلوقتي. 1 حرفيا دي المفروض هنعمل بيها شكل دلوقتي. طالع على جنب. اوه ده المفروض الكونكتورز اللي هتكونكت الحاجات دي ببعضها وتربطها ببعضها يعني. صراحه مش حابب اضيع وقتك، فخلينا ندور له على مكان كده. هنا ماشي. يلا 1 2 3. اوه يا جماعه ايه العظمه دي بجد. على فكره تقدر تتحكم بيها عن طريق السوفت وير بتاع جوفي، يعني تقدر تتحكم باي حاجه، مودات كتيره قوي، الوان كتيره قوي. دي برضو من المنتجات اللي انا متحمس لها جدا. هنركبها هنا بدل الاثنين بوسترز دول. هنشيلهم دلوقتي ونركبها ان شاء الله. عايز بس كده ايه افتحها واوريكم شكل المنتج البريميوم. ايه ده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله بجد. مش عايز اسحلك في طريقه تركيب بقى ووجع دماغ وكل الكلام ده، انت تشوف النتيجه النهائيه على طول. انت هتوجع دماغك ولا ايه؟ يلا 1 2 3. عايزك تبص بس على العظمه اللي انا شايفها دلوقتي. انا مش عارف اتكلم بجد والله من الجمال. دول كلهم انا شفتهم في فيديوهات لناس صراحه. ده شفته في فيديوهات ناس صحابي جدا، وده شفته حرفيا، وده شفته جدا كتير قوي وكنت متحمس له. هنفتحه برده ان شاء الله. اهم حاجه ده هو اللي انا عمري ما شفته عند حد، وهو ده اللي خلاني متحمس ليه اصلا يعني. هو ده اللي مخليني متحمس للمنتج ده. فخلينا نفتحه مع بعض ونشوف شكله هيكون عامل ازاي في الاستوديو وهنحطه فين. اظن هنا يعني هنشوف. خلينا بقى نجرب اكتر حاجه انا متحمس لها في الفيديو ده، الحاجه الوحيده اللي انا ما شفتلهاش فيديوهات. شفت الحاجات دي في فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب بقالي سنين. اول مره في حياتي اشوف المنتج ده، عشان كده بالتحديد انا مصمم ان انا افتحه واحطه عندي في جزء في الاستوديو. فتابع الفيديو معايا. المفروض دي عباره عن ستاره انت بتحطها من الليد، وتقدر ان انت تتحكم في الاشكال الموجوده فيها زي ما موجود دلوقتي كده. هنعمل كل الكلام ده مع بعض دلوقتي. خلينا نفتحها كده ونشوف المحتويات الداخليه عامله ازاي. طبعا اول حاجه بسم الله ما شاء الله يعني يخرب بيت الجمدان، جاي معاها مفك. انا اول مره اشوف منتج بيجي معاه المفك بتاعه وجاي معاه مسامير صغيره قوي. المهم 3 علب دول مهمين جدا. اول علبه ودي اللي اكيد موجود فيها البلاج بتاعنا اللي هنوصله بالكهرباء. ثاني علبه بقى ودي مهمه جدا في انك تعلق الستاره بتاعتك. ونيجي بقى لثالث علبه ودي اللي موجود فيها الليد بتاعنا. اوه قرب كده، قرب اوبا. ايه ده كله؟ لا ده المفروض ان احنا نقفل بقى ونفهم ده بيشتغل ازاي ولا ده بيعمل ايه. يا نهار ابيض، دقيقه ولا حاجه كده هفهم وارجع لكم. يلا سلام. هنبدا نجهز الليد بتاعنا. الموضوع ابسط مما تتخيل. الستاره دي عباره عن حاجتين مهمين قوي. اول حاجه الجزء اللي فوق ده هو اللي طالع منه حاجات كتير ده، وتاني حاجه هو البلاج ده. تمام. العلبه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه هنحتاج الثلاث قطع دول، الوش والظهر والعلاقه بتاعتنا. نيجي عند اول واحده نحطها بالشكل ده، وبعد كده نبدا نضغط عليها. نبدا نحط المسمار بتاعنا هنا ونربطه كويس جدا، وتكرر العمليه دي على قد ما تقدر بطول الستاره لحد ما توصل للنتيجه النهائيه اللي نوصل لها بعد شويه.
هنعملها كلها دلوقتي وبعد كده نرجع له. ودلوقتي يا جماعه احنا بنركب واحده وبنسيب اتنين ونركب الثانيه، نسيب اتنين ونركب الثالثه وهكذا. عاملين شنكل من فوق بس في الاغلب مش هنحتاجه. هفهمكم هنعمل ايه دلوقتي. الموضوع جامد قوي. اللزق ده هو اهم حاجه حرفيا انت هتعتمد عليه. تجيب اللزق ده وتمسك ظهر البتاع اللي احنا ركبناها دي، تبدا تحط فيها كده، تبدا تعمله في الثانيه، تعمله في الثالثه. الموضوع بعد كده بسيط جدا. هتوصل دي حرفيا بدي، تفك اللزقه زي ما هوريك دلوقتي، وبعد كده الليد بتاعنا اشتغل خلاص. وبعد ما الستاره بتاعتنا اتلزقت بالشكل ده، خلينا نوصله بالكهرباء. بسم الله. ده شكل الستاره يا جماعه. استنوا هتعمل اشكال دلوقتي. انا عايز اقول لكم ان دي حرفيا لو باك جراوند ليا او حاجه هتبقى عظيمه. هوريكم دلوقتي. استنى شويه اوريك ممكن نعمل بيها ايه. بعد كده هنفتح ابلكيشن جوفي، تك على علامه الزائد، هنلاقي الستاره بتاعتنا موجوده. هيطلب منك ان انت تتك على زرار الباور، تبدا تسميها الاسم اللي انت عايزه، تربطها بالواي فاي. كل ما هغير مود كل ما هيديني شكل مختلف. تقدر كمان بقى لو اتكيت هنا ترسم انت الرسمه اللي عايزها. خلينا مثلا نعمل حرف التي. تقدر تتحكم في السرعه وتقدر تتحكم في كل حاجه. ابلاي تي حرفيا، مش عارف انت شايفينها ولا لا، بس انت ممكن تعمل تي عادي جدا بالشكل ده. الموضوع جامد الصراحه. خليني اوريك بقى ممكن تبقى مفيده ازاي. حرفيا انت تقدر تجيب اي برودكت بالشكل ده وتبدا ان انت تصوره. يعني بص مثلا تبدا تصوره كده، يخرب بيت الجمدان. والخلفيه شايف الخلفيه بقت نقط كده. تقدر طبعا تتحكم في الخلفيه شكلها عامل ازاي. يعني انت ممكن مثلا تخليها موجه ورا، اوريها لك دلوقتي. زائد انك ممكن تصور نفسك بالشكل ده، والخلفيه برضو اللي وراك تبقى بتتحرك زي ما بقول. يعني بص مثلا انا عملت موجه ورايا حرفيا. موضوع جامد جدا الصراحه، مش كده؟ وده اول كادر يا جماعه، واللي بالمناسبه هو من اكتر الكادرات المبهره بالنسبه لي. ما كنتش متوقع انها تبقى حلوه قوي كده، او الموضوع يستحق ان انا ادفع فيه فلوس، بس بجد جامد قوي وبيدخلك اكتر في الفيديو اللي انت تتفرج عليه اول حاجه زي ما قلنا من شويه. وده شكل تاني كادر بالاضاءه السداسيه دي. وده بقى شكل تالت كادر، واللي بالمناسبه عجبني جدا الصراحه، تقريبا اكتر واحد عجبني اصلا. عايز الناس تقول لي في الكومنتات. ده اخر كادر بقى واغربهم الصراحه. ناس كتير قوي مختلفه بين حلو ووحش، فعايز الناس تقول لي في الكومنتات هل فعلا هو حلو ولا كده. نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك الفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب لو اول مره تشوفني، والسلام. تعال هنا بس، رايح فين؟ تعال هنا بس، تعال هنا بس، تعال هنا رايح فين؟ من 5 ل5 بس وانا واقف عامل لها انبوكسنج مع عذار. تعال بقى اقف كده جنبي، يلا استنى خليك واقف. هعمل لها انبوكسنج مع عذار. طيب انت هتنط. هعمل لها انبوكسنج مع عذار. ودلوقتي يا جماعه جت لحظه